ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناه على راحتك. النهارده هنتعلم مع بعض نعمل طريقه رز بلبن كريمي زي المحلات بالظبط، وبتكات سهله وبسيطه وبدون كريمه لباني ومكونات اقتصاديه. بنعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو كنا اول مره نشوف القناه بتاعتي، وتعالي نجهز مع بعض احلى رز بلبن ممكن تعمليه وفي 5 دقايق بالظبط. اول حاجه المكونات دي هتكون على كيلو من اللبن، بحط كوبايه ونص من الرز، هنغسلهم كويس جدا، وبعد كده نضيف حوالي لتر من الميه. يعني كده زي ما انت شايفه ان الميه تكون مغطيه الرز بشويه كتار، وبعد كده خلاص بسيبهم ان هما يتشربوا على نار بتكون وسط. لقيت ان الرز شرب الميه بتاعتي وفي نفس الوقت الرز ما استواش معايا، فبضيف ميه تانية. بتفضلي تضيفي ميه لحد ما الرز يتهري معاكي خالص ويبقى عامل زي الكريمي كده، وفي نفس الوقت يكون لسه محتفظ طبعا بالميه بتاعته. طبعا كميه الميه دي بترجع على حسب نوع الرز، في رز بيشرب ميه في رز ما بيشربش، فطبعا الكميه دي بترجع لك انت. بتفضلي تضيفي كده شويه بشويه لحد ما يديكي زي ما انت شايفه كده الرز اتهرى على الاخر وفي نفس الوقت لسه فيه ميه. بضيف في المرحله دي خلاص السكر، وطبعا كميه السكر حسب الرغبه، معاكي من كوبايتين ونص سكر لكوبايتين سكر على حسب زي ما انت عايزه. طيب ايه الخطوه اللي بتخلي معايا الرز كريمي؟ اني بحط اللبن متلج زي ما انت شايفه كده، مش بغليه الاول وبعد كده بضيفه على الرز. الخطوه دي بتخلي معايا اللبن يحتفظ بالفوائد بتاعته وفي نفس الوقت يبقى كريمي، ما يتبخرش مني اي المكونات بتاعته، وفي نفس الوقت هو كده كده بيغلي في الرز بلبن، فمش هنحتاج ان احنا نغليه تاني. طيب بعد كده بنضيف نص كوبايه من الميه او اللبن، ونضيف حوالي 3 معالق كبار من النشا او معلقتين، وبعد كده بنضيف معلقه من الكريم شانتيه. الكريم شانتيه الخام او المحلى مش هيفرق معانا في الخطوه دي، وهنقلبهم كويس جدا كده وهنسيبهم على جنب لحد ما الرز طبعا اللبن يتفك فيه كده ويبقى زي ما انت شايفه بالطريقه دي. هسيبها على جنب وتعالي نشوف اذا كان اللبن فك معايا. الطريقه دي خلاص اللبن فك معايا من اي تلج فيه، هسيبه يغلي. طبعا الرز زي ما انت مش شايفه هو مستوي معايا من الاول، فانا مش هحتاج ان هو يفضل يغلي كتير، هما غلوتين كده بس عشان خاطر البكتيريا بتاعه اللبن وخلاص. واخر حاجه بضيف النص كوبايه اللي انا حضرتها اللي هي النشا على الكريم شانتيه. الخطوه دي هتخلي معاكي القوام كريمي جدا، عامل زي المهلبيه الخفيفه كده وطعمها حلو جدا. الخطوه دي لازم التقليب المستمر لحد السمك اللي انت عايزاه، وطبعا النار بتكون وسط. اخر حاجه بضيفها عشان تبقى ريحه الرز لبن بتاعتي حلوه اللي هو ظرفين من الفانيليا، او ممكن تستغني عنهم، وفي ناس بتحط ميه ورد اللي انت متوفر عندك. بعد كده ببدأ اني اقلب بالطريقة دي لحد ما السمك يكون كريمي على خفيف، لان هو لسه هيقعد وهيتقل تاني. خلاص كده زي ما انت شايفة بقت عاملة زي الكريمة كده، فخلاص بتكون جاهزة وطفيت عليها النار. نحطها بقى في الطبقة بتاعت التقديم. بوريكي ان السمك ازاي كريمي، وكمان ما اللي يقعد هيتقل اكتر وهيبقى طعمه حلو جدا. اول خلاص ما دلوقتي ما حطيتهم في الطبقه، بنبدا ان احنا نحط جوز هند، مكسرات، الحاجه اللي انت عايزاها، وممكن تسيبيه كده بيبقى طعمه حلو برده. بيتحط طبعا في التلاجة عشان يدينا الوش الكريمي، ولكن انا حبيت اصوره طالعه زي ما انت شايفه كريمي بالطريقه دي بدون حتى ما يتحط في التلاجة. اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو عجبك الفيديو بتاعي، وما تنسيش تعملي لي تفعيل جرس عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم فيديو تاني سهل وسريع. سلام يا بنات.